هاي شجر، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وسعادة وهنا. النهاردة فيديو جديد. شارية حاجة وحابة افرجها لكم. فيديو كده مختلف. هو يعني نقدر نقول ريفيو، بس انا اللي شارياها، يعني مش جفت ولا اي حاجة. اصلا جايباها اغلى من سعرها الاصلي. جايباها من مكتبة ادراك. هي كانت ولا اقول لكم؟ تعالوا نشوفها الاول وبعد كده اقول لكم بقى انا جايباها بكام. يلا بينا. انا كان نفسي اعمل انبوكس معاكم، بس انا في الحقيقه فتحتها وشفتها. فانا جايباها من مكتبه ادراك. ماشي، بصوا بقى، هنا فيها ستيكرز يعني كيوت عسولة، ممكن اديها لبنتي تلعب بيها. معاها تودو ليست كبيرة من الورقة والشوضة. دي طبعا النوت بوك، هنفتحها سوا دلوقتي. ومعاها دي عجباني جدا على فكرة، حلوة جدا وشيك. الويكلي بلانر، فيها كل ايام الاسبوع. فيها هنا النوتس، فيها الحاجات اللي مستعجلة عليها. فيها هنا عاملين ايام الشغل كبيرة وايام الاجازة صغيرة، اللي هو الجمعة والسبت. فلطيفة جدا وكبيرة جدا. هنا دي الاجندة. في هنا الاول الير بلانر، مقسمين الشهور، حابين تعلقوها وتكتبوا زي ما انتوا عايزين. بس الشهر ده عندي مواعيد مهمة او عندي مثلا حاجات مهمة هنكتبها الشهر ده كده يعني. ولطيفة جدا وحجمها حلو، مش كبيرة قوي ومش صغيرة. ودي الكالندر. كان معاها بوك مارك و2 كوستر، بس الاولاد لعبوا بيهم يعني. دي كارت لو حابين تدوها هدية لحد، فهتكتبوا زي اهداء او حاجة. وهنا بقى الاجندة بتاعتنا الحلوة. تعالوا نفتحها سوا. This space is mine. المكان ده بتاعي. هنا البلانر belong to، تكتب الحاجات اللي انت عايزها. هنا things make me happy، حاجات بتخليني مبسوط. dreams، تكتب احلامك بالصفحتين دول. هنا my birthday، الحاجات اللي انا عايزه اعملها في عيد ميلادي او في عيد ميلاد ولادي، اي عيد ميلاد يعني. الناس اللي انا هعزمهم، الاكل اللي هعمله، الشوبينج ليست، حاجات انا عايزه اشتريها. طبعا يعني عادي، الحاجات دي في حاجات ما بتستخدمش يعني انا حاجه زي كده مثلا مش هستخدمها او مش هعمل بيها حاجه. في ناس لا هتستخدمها، يعني عادي، كل واحد على حسب هو بيخطط ازاي، بيعمل حياته ازاي. ففي حاجات انا هكتب فيها حاجات مختلفه او هسيبها فاضيه عادي. هنا البيرث داي كالندر، تواريخ يعني الشهور، وتكتب كل شهر في عيد ميلاد مين عشان تفتكره. هنا ترافل، احنا الحمد لله ما بنخرجش برا مصر ولا حتى بنخرج في مصر، ما علينا، مش مهم. وهنا ترافلينج، الاماكن اللي انت نفسك تروحها يعني، هتقضي كام يوم وبتاع وهتقعد قد ايه. طبعا دي كلها احلام يقظة، ما علينا منها. هنا ريسبي، دي حلوة، دي انا هستخدمها. اللي يعني الاكل، ممكن تكتب هنا الوصفات، وصفة عايز تجربها. انا غالبا الصفحتين دول هكتب مثلا فيهم الاكلات اللي انا بعملها على طول، بحيث ان انا يوم زهقانه مش عارفه اعمل اكل ايه، ابص عليها مثلا اقول حلوه، انا عندي كذا وعندي كذا، هعمل كذا يعني. دول هستخدمهم بس بطريقه مختلفه، فهم عاجبني بصراحه الصفحتين دول. وهنا لايف جول، هنا بقى الكارير والهوم في الهيلسي، انت واصل لغايه فين، وتبتدي بقى تكتب انت عايز تحقق ايه في كل واحده في دول. هنا المي تايم،
يعني الوقت اللي انا بقضيه لنفسي. بحب اعمل ايه مثلا، اكتبه هنا. بحب اروح فين، بحب اكل ايه، حاجات اكتبها عشان لما ابقى تعبانه او متضايقه اشوف ممكن اعمل ايه النهارده، اخطف 10 دقايق ربع ساعه في اليوم. اعمل لنفسي مي تايم وافك عن نفسي. وهنعمل فيديو عن المي تايم كبير ان شاء الله. هنا البوكس والريد، الكتب اللي انا عايزه اقراها او الكتب اللي انا بقراها فعلا، يعني خلاص قريتها خلصتها بحب اسجلها عشان اعرف انا قريت كام كتاب في السنه. هنا الديلي روتين، انت بتعمل ايه طول اليوم، سجله عشان لو عندك مثلا وقت فاضي تعرف تستغله، او لو مثلا في مثلا وقت ضايع هنا، مثلا ساعتين ضايعين مثلا على السوشيال ميديا، فهنحب نغير الموضوع ده. يعني بنعرف يومنا ماشي ازاي عشان نعرف ازاي نقدر نحسنه، وازاي نقدر نغير في اليوم بحيث ان احنا نبقى مستفيدين من اليوم في كل حاجة فيه. فحلوة دي I love it. هنا البادجت بلانر، اللي هو مثلا انت عايز تحوش ايه، عايز تقسم الانكم، وهنا اللي انت بتصرفه واللي انت بيجيلك، يعني مثلا بيجيلك فلوس قد ايه وانت بتصرف قد ايه، تحس يعني تظبط البادجت بلانر اللي هي ميزانية الشهر بتاعتك او ميزانيتك عموما يعني. وهنا الحاجات اللي انت الفلوس اللي انت هتحوشها، الماني سيفنج. كده احسن، حاسه ان كده الكادر مظبوط اكتر. المهم هنا السمستر بلان، يعني مثلا هتعمل ايه في الاجازه، هتعمل ايه في الدراسه، مقسمينهم هنا. او لو ما انت مثلا عندك مثلا الناس اللي بتدرس عندهم 2 سمستر، لو عندك اي ملحوظات تكتبها، يعني انا ممكن استغلها بطريقه تانية. لسه مش عارفه. هنا السمر فيكيشن، الرحله بتاعتك، حب تسجل اي حاجات نفسك مثلا تاخدها او ذكرى حلوه حصلت في السفريه بتاعتك، ممكن برضو تسجلها بحيث ان انت تفتكرها. موضوع انك تسجل الذكريات الحلوه ده جميل جدا والله، وبيفرق لما بتبقى متضايق كده وتفضل تشوف تفتكر، لا ده انا عشت ايام حلوه، لا مر عليا ايام حلوه، فبتنبسط، فحلوه والله. هنا الافلام اللي انت شفتها او عايز تشوفها، الموفيز. هنا الاغاني اللي انت بتحبها. هنا بقى الجزء الخاص بالدايت، الاكسرسايز اللي انت هتلعبها. وهنا الورك اوت. هنا برضو الميل بلاننج، برضو يعني تشوف انت هتاكل ايه النهارده، بريكفاست ولانش ودينر، والميه بتاعتك قد ايه. هنا الحاجات اللي انت عايز تشتريها، الجروسري اللي هي الخضروات والحاجات اللي من الفكهاني. لطيفه برضو. في حاجات يعني بحسها ان هي مش هتستخدم قوي، بس يعني الاجنده نفسها اصلا من جوه تحفه. انا هوريكم تقسيمتها دلوقتي، فعلا حلوه جدا ومساحتها كمان كبيره، يعني اكبر من اجندات كتير. هنا بقى الباد هابت، الحاجات اللي انت عايز تتخلص منها او الحاجات اللي انت عايز تكتسبها، عادة مثلا القراءة، عادة الرياضة، عادة الاكل الصحي. فده متتبع عادات، يعني بنكتب العادة هنا وبنتراك العادة اللي احنا عايزين ننتظم عليها. اوكي، وده برضو يعني هما صفحتين. وهنا برضو زي ما قلت لكم حاجة نفسكم تفتكروها، ذكرى حلوة تسجلوها هنا. هنا المومنت تو سيف، نفس الكلام. هنا فوكس اون ا جود ثينج، يعني حاجات تركزوا على النقط والحاجات الحلوة. حلو الموضوع ده قوي، هما مركزين فيه ولذيذ بصراحة انك تكتب الذكريات الحلوة، دي حاجة بجد مفيدة جدا. وهنا نقط الالهام بتاعتك، الانسبايرنج. هنا الحاجات اللي بتلهمك تسجلها برضو. خلاص بدأنا بقى. هنا اول شهر جانيوري. هنا البيرث داي this month، تكتب العيد ميلاد. هنا السبيشال ميموري، الذكرى الحلوة اللي في الشهر اللي انت نفسك تفتكرها.
وهنا ايام الاسبوع عادي. بصوا بقى التقسيمه من جوه عامله ازاي، عاجبني قوي 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 الموضوع ده. التو دو توداي، الحاجات اللي انا هعملها النهارده. بحب مثلا اكتب الحاجات اللي انا عايزه اعملها غالبا في الاجنده بتاعت السنه اللي فاتت. بالمناسبه هي كانت من مفكره وكانت حلوه والله جدا، بس حبيت اجيب السنه دي حاجه مختلفه. كنت باخد اخر سطرين اكتب فيهم الحاجات اللي انا عايزه اعملها النهارده. الرياضه مثلا، عندي كورس، عندي ايديت فيديو، يعني اكتب فيها اي حاجه هعملهم كنت باخدهم اخر سطرين كده. فعجباني قوي تو دو توداي دي، لطيفه قوي وحلوه جدا. وهنا بقى في المود والوزر والميه، لا حلوه بصراحه. تقسيمه الصفحه لا، والصفحه كمان كبيره، يعني الصفحه كبيره اكبر من حاجات تانية يعني موجوده كتير. بس ودي البوك مارك بقى ادي البوك مارك اللي انا قلت لكم عليها. بس وهي كده لغايه بقى ايه كل الشهور نفس الكلام. فبصراحه هي لذيذه جدا وعجباني وبس. حبيت اوريها لكم. هو مش ريفيو يعني، هي حلوه بصراحه، يعني هو شبه ريفيو كده. هي حلوه بس زي ما حكيت لكم انا جايباها اغلى من سعرها اصلا على الويب سايت. الموضوع ده مضايقني بس يلا مش مشكله. فديه اي حاجه. عارفه الفكره، الواحد بس بيحس ان هو اتضحك عليه بس، يعني مش اكتر. يعني ال50 جنيه ما تعتبرش حاجه، بس ما بيحبش يحس ان هو مضحوك عليه. يلا بقى مش مشكله. فدي البلانر بتاعت 2025. عجباني جدا ومبسوطه بيها، وهتكون صديقتنا وهتصاحبنا في 2025. بس يا رب يكون الفيديو عجبكم وتكونوا استفدتوا منه، واشوفكم في فيديو جديد. واكتبوا لي تحت في الكومنتات ايه رايكم في الفيديو، وتحبوا تشوفوا فيديوهات عن ايه تاني. وبس اشوفكم في فيديو جديد. سلام.